مساكم الله بالخير. اليوم بسوي لك شامي طريقة اهل الامارات واهل عمان. اول ما تشق الضوء نار حامية، نبدا بدقيقتين ننزل اللبن. بسم الله. ايش سوي هذه الطريقة. لترين ماي 3/4 حطينا ملح. شوف شلون صار الماي تحت. خليه بس على نار هادية. شوف الماي ما اخذ 5 دقائق بالضبط، ما اقل من 5 دقائق. بتقلبه بتشغله كذي، بتاخذ الماي بعد مفيد ماله، احنا بنستفيد منه الماي بهذه الطريقة. شوف وندخله في الفريزر في الثلاجة نخليه يبرد، والماي نستفيد منه. بنسوي لبن الان خلطتنا. شوف بس هاي لازم الحين نص ساعة في الثلاجة، عقب برد نزين بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. الماي هاي اللي تحت ترى صحي زين، نستفيد منه ينشرب. البركة بهذه الطريقة نخلطها قبل ما ندخل الثلاجة. أول ما نطلعها عقب نحط سمنة عليها ونصف التمر بهذه الطريقة. الحين حارة ترى، دخلها في الثلاجة 20 دقيقة لين تبرد شيء تركض. وهاي الماي بنستفيد منه نسوي لبن اليوم. لنا 20 دقيقة تبرد. عندنا تمرة بنصفها كذي، وعندنا سمنة عربية ودهن قطرية. خلينا نشوف دول الدهنة القطرية. بتحط عسل، بتحط كيفك، شيء راجع لك. هاي شيء راجع لك انت رتب امورك ورتب كل شيء. هذه الطريقة. المنظر بس المنظر يرد الروح. المنظر شوف ما اخذت تقدم كذي. ها صحن صايمين بس وانت ماكل. علينا عليكم بالعافية.